الفاصل على ألا تكون غايتنا هي فقط عدم السرحان في الصلاة، بل يجب أن نغوص فيما هو أعمق وما هو أفضل وأكثر لذة، وما أحلى لذة الصلاة. لهذا يجب أن تعلم أن حضور القلب هو فقط أول هذه المعاني وأول هذه المشاعر، وإلا فهناك بعد أعمق من حضور القلب فقط. أول شعور من مشاعر الصلاة هو حضور القلب، يعني ألا تسرح، هذا أول شيء. المطلوب منك ألا تسرح. بعضهم يقول يعني حضور القلب ليس سهلا وأنا سأحاول أن أحضر قلبي. يا أخي لا يحتاج أن تحاول، لا يحتاج. كثير من الناس يجاهد على هذا الشعور وأنا لا أدري لماذا يجاهدون عليه. المفروض أنه لا يحتاج منك أن تجاهد عليه. لماذا؟ لأنه وببساطة لذة حضور القلب مع الله في الصلاة أعذب بكثير من لذة السرحان. حضور القلب أعذب وألذ من السرحان. ما الفرق بين صلاة من هو يعيش حالة من أحوال أهل الجنة في الخشوع واللذة والراحة، وبين صلاة غير الخاشع؟ كلهم يفعلون نفس الحركات وكلهم يأخذون نفس الوقت. ما الفرق؟ الفرق هو حضور القلب. إذن أحضر قلبك يا أخي، 10 دقائق فقط أحضر قلبك فيها، لا تفكر بالدنيا 10 دقائق، ثم إذا سلمت من الصلاة فكر بالدنيا إلى الصبح. أما يستطيع الواحد منا أن يمسك نفسه 10 دقائق؟ أخي الكريم، نحن نصلي في اليوم 5 صلوات. لو فرضنا أن الصلاة الواحدة مدتها 5 دقائق، لا أنا بزيد 10 دقائق، يعني كم صلاة في اليوم؟ 5، والوقت 50 دقيقة، أقل من ساعة. أقل من ساعة لله، وأكثر من 23 ساعة لك. فكر فيها بالدنيا باللي تريده فيما أباحه الله، فقط أقل من ساعة لله. لا، حتى هذه 10 دقائق الواحدة نحولها إلى الدنيا صعبة. قد تقول لي طيب أنا أحضرت قلبي، ماذا أيضا؟ أقول لك هناك عمق آخر، لن نقف، هناك عمق آخر زيادة على حضور القلب، أكثر خشوعا وأكثر لذة. ما هو؟ هو الفهم. بعض الناس حاضر القلب لكنه لا يفهم ماذا يحدث، وما يفهم ما الذي يفعله، ولا يفهم الكلام الذي يقال. دعونا نزور منافسا هو من أشهر منافسيكم في الصلاة. ما رأيكم؟ تفضلوا معي. أهلا بكم أعزائي المشاهدين. نحن الآن في المسجد، واسمحوا لي أن أقدم لكم الذي ينافسكم في الصلاة. في الحقيقة إنه هذا العمود، وأنت أختي الكريمة الذي ينافسك في الصلاة هو عمود المنزل. كل عمود في المنزل أو المسجد فهو ينافسكم في الصلاة. إذا كنت تقف في الصلاة 10 دقائق فإنه يقف في المسجد 24 ساعة. فإن قلت لي أنا أسجد في الصلاة، أقول لك ومن قال أنك الوحيد الذي يسجد؟ حتى هذا يسجد. قال تعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. هو يسجد ولكنك لا تشعر به. فإن قلت أنا أسبح في الركوع وفي السجود، حتى هو يسبح. قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لا تحس به، هو يسبح. فإن قلت على الأقل أنا أقرأ القرآن، أقول لك ومن قال لك أنك أنت الوحيد الذي يقرأ القرآن؟ هناك غيرك من يقرأ القرآن. ما رأيكم؟ الأشياء التي تفعلها في الصلاة لست وحدك الذي يفعلها. لو سألت العمود ماذا قرأ الإمام لقال لك لا أدري. البغبغاء لو سألته ماذا قرأ لقال لا أدري. سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. نحن نسألك الآن ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ كلاهما يدل على الرحمة. ما الفرق؟ قولك التحيات لله والصلوات والطيبات ما معناها؟ التسبيح ما معنى التسبيح؟ قد يقول قال تعظيم، أنا أريد أن أعرف سبحان ما معناها. كثير من الناس يظن أن الحمد هو نفسه الشكر، خطأ، يختلف. ما معنى تبارك اسمك وتعالى جدك؟ المشكلة أننا نردد أمورا لا نعرفها،
ثم نتساءل لماذا لا نخشع؟ ليس فقط أكبر أهدافك هو أن لا تسرح، هذا أول عمق. الأمر الآخر هو أن تفهم، وإلا لا فرق بيننا وبين طيور تتكلم وربما أعمدة أخرى تعبد الله أيضا. سنكشف عن أسرار هذه الكلمات ومعانيها، فإذا انكشفت عليك وعرفت أبعادها سيتغير شعورك. أصلا بعد هذا البرنامج ستتغير صلاتك ولا شك بإذن واحد أحد. أخي الكريم، مسألة قبل أن أودعك، لا تقل لا أستطيع، لا تقل. إذا كنت أنت تريد أن تصلي فيستحيل أن الله عز وجل يطلب منك أن تخشع وأنت لا تستطيع أن تخشع. من قال أنك لا تستطيع؟ قل لا أريد، نعم. لا تقل لا أستطيع، تستطيع. الدليل أشياء كثيرة تستطيع فيها. ألا ترى الطالب إذا دخل في الاختبار ويعرف الإجابة وبقي 10 دقائق على تسليم الورقة والأسئلة فاضية بيضاء ليس فيها إجابة، أتراه يخرج من الاختبار فيسألونه لماذا لم تحل؟ يقول والله سرحت. مستحيل أعرف الإجابة وأسرح، ما يسرح. لماذا؟ لأنه يستطيع كما أنك أنت تستطيع. نفسك وذهنك وعقلك من الذي يملكه؟ أنت الذي تملكه وليس غيرك. كثير من الناس يشاهد الأفلام والمسلسلات ثم بعد انتهائه هل يوجد واحد منهم فقط ما فهم القصة لأنه سرحان؟ مستحيل. أخي الكريم، أنا أدعوك إلى أن تجتهد وأبشر، فإن الله أكرم ما تصور وأعظم ما تتخيل. يعطيك تلك اللذة إذا رآك فعلا تريد تلك اللذة واستعنت به يعطيك إياها. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله عز وجل كريم، أكرم ما تصور وأكرم ما تخيل. أخي الكريم، بعد دخولك في هذه الأبعاد ستصل إلى مرحلة تتمنى ألا تنتهي الصلاة وتتمنى أن تبقى فيها أكثر، وسوف تشاهد ذلك فعلا. ولكن المسألة تحتاج منك إلى عزم. على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم. غدا عمق آخر، تابعونا. بصلاتي أدنو من ربي وأنور في الدنيا قلبي وأكبر بسم الله وأتلذذ بالصلاة